بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن عباس الأول. هو عباس ابن طوسن ابن محمد علي، وكان أكبر الذكور في أسرة محمد علي عند وفاة إبراهيم باشا، فتولى حكم مصر في 24 نوفمبر 1848 ميلاديا، 27 ذي الحجة 1264 هجريا. اشتهر عباس الأول أنه كان على النقيض من جده محمد علي، فقد أهمل مشروعات جده وأغلق المعامل والمدارس، واستغنى عن الكثير من الخبراء الفرنسيين الذين كانوا يعملون مع محمد علي في مشروعات النهضة. وفي المقابل بدأ النفوذ الإنجليزي يزداد بسبب علاقة عباس مع القنصل البريطاني في مصر. وفي عهده تم إصلاح طريق القاهرة إلى السويس ورصفه بالحجارة من القنصل البريطاني لتسهيل المواصلات إلى المستعمرات البريطانية في الهند. كان أعظم أعمال عهد عباس هو مد أول طريق سكك حديد في الشرق كله بين القاهرة والإسكندرية عام 1852 ميلاديا، لتسهيل نقل البريد والمسافرين من أوروبا إلى الهند عبر مصر. وكان محمد علي قد عطل هذا المشروع خوفا من تزايد التدخل الإنجليزي في الشؤون الداخلية لمصر. عهد بالعمل في هذا المشروع إلى المهندس الإنجليزي الشهير روبرت ستيفنسون، وعاونه مهندسون مصريون تخرجوا من المهندس خانة التي أنشأها محمد علي من قبل، ومنهم من صار له شأن كبير مثل سلامة باشا إبراهيم وساقب باشا ومظهر باشا وبهجت باشا. وفي عهده اشتركت مصر في حرب القرم بين روسيا والدولة العثمانية عام 1853 ميلاديا، فقد طلب السلطان عبد المجيد من عباس أن يمدوا بالجند والأساطيل، فلبى عباس طلبه وأعاد العمل بالترسانة التي كانت قد توقفت في عهده ليجهز الأسطول المصري، وعهد بقيادته إلى الأميرال حسن بيك الإسكندراني أحد خريجي بعثات محمد علي. كما أرسل عباس جيشا قوامه 30 ألف جندي بقيادة سليم باشا فتحي، وهو من القواد الذين حاربوا مع إبراهيم باشا في سوريا والأناضول. أبلى الجيش المصري بلاء حسنا في هذه الحرب، حيث تولى الدفاع عن ساستريا، وأقاموا حصنا عرف بطبية العرب، واستطاع أن يكسر هجمات الروس سنة 1854 ميلاديا. كان عباس يميل إلى العزلة، واختار أن يبني قصوره في المناطق غير الآهلة، حيث بنى قصرا ضخما في العباسية، ولذلك سمي حي العباسية بهذا الاسم. وكانت منطقة العباسية قبل ذلك تسمى صحراء الريدانية منذ عهد المماليك. وبنى آخر في منطقة جبلية على الطريق السويس، وقصرا في العطف، وقصرا في بنها وهو القصر الذي قتل فيه كما سيجيء. استمر حكم عباس الأول حوالي 6 سنوات، من 1848 ميلاديا إلى 1854 ميلاديا، وانتهى باغتياله، ولا يعرف يقينا من قتله. فقيل أن 2 من عبيده قتلوه وهو نائم في قصره ببنها ليلة الجمعة 14 يوليو 1854 ميلاديا. وهناك روايتان من أرسل العبيدين لقتله. الرواية الأولى ذكرها إسماعيل باشا سراهنق في كتابه حقائق الأخبار عن دول البحار، وتقول أن بعض مماليك عباس كان قد تجاوزوا في حق قائدهم، فأمر عباس بجلدهم وتجريدهم من رتبهم العسكرية، مما دعاهم للتآمر على قتله. الرواية الثانية ذكرتها أولمب إدوار في كتابها كشف الستار عن أسرار مصر، ذكرت أن الأميرة نزلي عمة عباس هي التي تآمرت عليه، لأنها حاول قتلها من قبل لشكه في تآمرها عليه، فهاجرت إلى الأسيتانة وأرسلت من بقتله في مصر. وأيا كان من سعى في قتله فقد تم له ذلك، وكتم خبر موته عدة أيام حتى نقل إلى قصره بالعباسية، ودفن بقرافة الإمام الشافعي، وخلفه عمه سعيد باشا ابن محمد علي. ويرى كثير من المؤرخين أن عهد عباس كان انتكاسة للنهضة المصرية التي بدأها محمد علي، وذلك يرجع إلى الآتي: أن شخصيته التي كانت تميل إلى التحفظ والقسوة والعنف، وكان لا يملك رؤية لنهضة مصر وارتقائها، كما أنه كان يكره الأجانب وخاصة الفرنسيين، وكان يحتقر المصريين ولا يأمنهم. ومن ثم أهمل شؤون الحكم ومشروعات التحديث، وانعزل عن الشعب حتى جاءت نهايته في قصره الذي اختار لعزلته، وعلى يد عبيده الذي اختار رفقته. وينسب إليه أيضا إهماله للجيش، واتخاذ الأرناؤوط حرسا له.
وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا.